السلام عليكم متابعي قناه. ان شاء الله كنتمنى تدعموها بكثافه ان شاء الله، وغادي تكون القناه الاحتياطيه. غادي نحاولوا نطلعوا لها يعني نطلعوا المشتركين فيها، باش الا تعذر انها تمشي هذيك الاخرى تكون عندنا هذه واجده وتكونوا مجموعين. يعني شنو غيوقع لنا بحال بدلنا الصالون، كنا كنجمعوا في هذا الصالون هذا كيتصلح عاوتاني بدنا كنمشيو غنجمعوا في صالون اخر. ما تبدلت حتى حاجه، نفس المتتبعين نفس صانع المحتوى، يعني نفس لبنى هي لبنى، كنبدلوا البلاصه فين كنجتمعوا وصافي على حسب الظروف. وهذه هي الحياه، خص الانسان يكون مرن، ما يكونش قاصح، يكون مرن كيتمايل مع الظروف باش ما تهرسوش الظروف، لان الا كنتي قاصح غتهرسك الظروف. خصنا دائما نسيسوا معاها ونسيسوا مع المشاكل اللي كتجينا، وهذه مشاكل عاديه. نركبوا لي زاموتيسور باش نبقاو نديروا هكا مع الوقت. نيشان دوح مساء النور متابعين ديال قناه لبنينو، كي دايرين؟ الله يحفظكم ويجزيكم. كيف ما قلت لكم لبنى فعلا كلهم لبنى صحيح، يعني مجرد بدلنا ديكور الصالون، كنا كنجلسوا بهذا الشكل ولا كنجلسوا بهذا الشكل. يعني هذه هي الدنيا وهذا حالها، الحمد لله اللهم لك الحمد. حنا فرحانين، وحنا فرحانين حيت علاش؟ حيت عندنا متابعين ديالنا متمسكين بينا، ثابتين ما كيتغيروش، عقل يعني ما كيمشيوش مع الموجه، ما كيمشيوش مع التيار، الحمد لله. وخير دليل على هذا وهو هذا النهار هذا في الصباح نزلت فيديو في قناه كذلك اسره مغربيه جديده، وما شاء الله لقيت واحد التفاعل، تبهرت، اندهشت من داك التفاعل الناس والتعاليق. من طبيعه الحال ما نقولوش كلهم زوينين، كاينين حيت الاشرار ولا بد كيدخلوا عندك، واخا انت ما كترغبش فيهم يدخلوا، ما عندي ما ندير بهم، ولكن هما عندهم واحد الفضول، عندهم واحد المخطط انهم يحطموك ولو بكلمه خايبه. انا ما كنقول لهم غير كتصدعوا راسكم، ما على باليش بكم، ولكن في المقابل هذا كاينه واحد الشريحه مهمه، واحد الكم هائل من التعاليق اللي زوينين، من الناس الاوفياء، اللي الناس اللي قلبهم مفعم بالمحبه الناس وبالخير وكيبغيو تمشي للقدام. انا فخور بهاد الناس هادو وكنعتز بهم، وهما اللي غيخليوني نزيد نستمر ونبقاو نستمروا، ماشي نستمر بوحدي، غيخليونا نزيدو نستمروا كاملين ونبقاو اقوياء باش برب العالمين وبكم كذلك. وان شاء الله القادم افضل. يعني هذا الشيء هذا غيعطينا واحد الحافز باش نزيدو نخدموا، نزيدو نجتهدوا، نزيدو نعطيو ما عندنا، نحاولوا ما امكن نبعدوا من المشاكل ومن الصراعات، ونشدوا واحد الطريق، نشقوا واحد الطريق اللي بعيده على هذه المشاكل. كيف ما كتقول لي لبنى بعد الساعات في الكواليس، واخا ما كاينش خصني نقول هذه الكلمه هذه ولكن غنقولها، لبنى كتعاتبني بعض المرات في الكواليس بيني وبينها، كتقول لي انت كسول، يعني خصك تخدم، خصك تجتهد، خصك تعصر مخك شويه، خصك دير شي محتوى اللي بعيد على المشاكل، بعيد على، يعني ما تبقاش تقلب على فيديو ساهل نجلس نهضر في مثلا في الناموسه او في غيرها باش نطلع الفيديو. ومع الاسف يعني هذا هو محتوى لبعض الناس اللي كينافسونا، مثلا بحال اللي كيسمي نفسه جمعاوي ولا هذا، يعني حتى هو محتواه انه كيدير كرسي وكيجلس يهضر، ولكن لا، الا كان هو غلط حنا ما نغلطوش بحالو. حنا كيف ما قلت لبنى غادي نحاولوا نعصروا مخنا شويه ونعطيو الافضل والاجود ان شاء الله بحول الله، ولكن ما يمكن حنا نديروا والو بلا الدعم ديالكم وبلا المسانده ديالكم. بغيت نقول يعني المسانده ديالكم والدعم ديالكم هو اللي غادي يخلينا نزيدوا لقدام. حنا بطبيعه الحال حنا غنديروا جهدنا والكمال على ربي. وكيف ما قالت الاستاذه لبنى راه كتشتغل على القناه القديمه، يعني لحد الان باقي ما مسوبرينياش يعني من اليوتيوب، كاينه يعني اليوتيوب عطيك واحد الفتره فين انت تدافع على راسك، فين تثبت بان داك الشيء كذوب، وداك الشيء اللي كتشتغل عليه دابا لبنى. كيفاش شفتوا انا خدمت على القناه ديال داك الانذار اللي تعطى لفاطمه الزهراء ساليتو، وبين لي بزاف ديال الحوايج، والحمد لله دابا كنخدم على القناه ديالي. واحد الحاجه زوينه كاينه في اليوتيوب، وهو ان نقول كنفكر واش نقولها ولا ما نقولهاش. الحاجه اللي عجبتني في اليوتيوب ان ملي كيتقبل داكشي الخدمه اللي كدير انت كيقبلوا لك اليوتيوب كيشعر مضاد. ملي كتقبل يعني كيخنق هذاك اللي قدم. ما غاديش نعطيوش التفاصيل باش ما نحرقوش، خليهم حتى يتصدموا. راه كيخنقهم واحد الخنقه وكيحطوا امام الامر الواقع، كيجيفوا نيشان. وانا اكتشفت هذا الشيء هذا الصباح هذا، ومشيت كنطير عند سي محمد قلت له اجي تشوف شنو اكتشفت، كيفاش
وضحك حتى هو داك الضحكه الشريره ديالو ضحك عجبو الحال، قال لك هذه ناضيه عند اليوتيوب. داكشي اللي كنخدموا عليه، يعني غادي نقلبوا السحر على الساحر باذن الله، ولبنا لكم بالمرصاد ان شاء الله. ان شاء الله هذه مساله وقت. هذا الشيء راه ما كيفشلناش. نعتبروا راسنا حنا عندنا شركه وكنخدموا فيها. ضروري كتكون مشاكل تقنيه، كتكون مشاكل هكا في البيسي خصك تواجهها. ماشي كل ما يجيك شي مشكله تبقى تندب على حظك وتندب عندي انا مشات لي لا، خصك تحاول تحل المشاكل ديالك عادي. بالعكس تبرمج راسك وتعود راسك ان يوميا تكون عندك مشاكل من هذا النوع هذا، وخصك تقلب لها على حلول فقط. اكيد فقط. اما راه الناس راه تخيل دابا خدامين حنا في الوزاره مثلا، في الوزاره ديال شي قطاع معين، ودائما يوميا كتدخل مشاكل. تقول لهم اسمح لي انا ما نقدرش على المشاكل، انا قلبي رهيف ولا انا عقلي ما يتحملش. راه خصك يوميا تكون انت مولف العمل تحت الضغط، ديما مولف كتخدم تحت الضغط ديال الوقت، الضغط ديال المشاكل، ديال الضغط ديال كلشي. تعود نفسك على هاد المسائل هذه، كيوليو بالعكس كيوليو عندك مشاكل بحال الزريعه عادي. طق 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 كتحل المشكل، كدوز المشكل اخر، ماشي كترتاح، ما كيتسالاوش، كدوز المشكل اخر، كتولف داك النمط الحياه. وهذا الشيء اللي حنا عليه. داك الشيء علاش ما كيأثرش فينا. كيقولوا لنا الناس هو باز كيفاش كتاكلوا، باز كيفاش كتضحكوا. ولفنا نخدموا تحت الضغط، ولفنا بالعكس، ولفنا العيش تحت الضغط. انت ناعس وانت يقدر مع 9 ديال الليل. شحال من مره جاو عندنا البوليس في 9 ديال الليل صافي، ولفنا عليا من الكوميساريه من الولايه، يعني ولفنا هذا النمط الحياه. هذا الشيء عادي. دابا راني في المرحله متقدمه كما كتشوفوا. قرب شويه اسمحنا نخليوها في القرب شويه. كما كتشوفوا وصلت لواحد المرحله متقدمه ديال الخدمه ديال الاشعار ديال واحد الفيديو. غنحاول نحيد الفيديو نحيد ديك الانذارات. غندير المجهود ديالي وان شاء الله راني في الطريق صحيح. يعني مساله انهم يدخل المراجعه الاشعار المضاد وديك الساعه نشوفوا النتيجه شنو كان. اذا تقبل هذاك الاشعار المضاد فانهم غادي يجيفوا وغادي يزيروا الخناق على اللي صيفطوا. وإلا ما تقبلش عندي الحق اننا نعاود حتى يتقبل، غنبقى نعاود حتى يتقبل، واكيد غادي يتقبل اكيد. كنظن انكم فهمتوا شنو راه حنا كنديروا. غادي يقولوا بزاف الناس خدموا في صمت. هادشي راه ما فيهش خدمه في صمت، هذه فيه راك كتواجه عصابه وخصك تحداها بكل جرأه وبكل علانيه وبكل قوه. هادشي راه ما كيتخباش وما كنديروش شي حاجه ماشي عيب باش نخبيوها. كتواجه واحد الناس كيظلموك، ماشي ناس، هما حيوانات. لان الانسان اللي غادي يتجرأ انه يقطع لك رزقك فانه حيوان، لان ميزنا ربي بالعقل واننا كنفكروا بالمنطق. كيفاش انا غادي نضرب واحد في رزقه مادام ما قدرتش عليه في الهضره، ما قدرتش عليه في الفيديوهات، ما قدرتش عليه في الخدمه، فانا غادي نواجهه في رزقه. كان كيصحاب له ان عنده شي ما عندهمش، ليكن في علمكم المتابعين، ما عندهمش شي طريقه خارقه ولا شي طريقه سحريه باش كيوجهونا. راه كيوجهونا، انا دخلت في الصباح كيوجهونا بداك الشيء بسيط، داك الشيء بدائي جدا. عندك يسحب لكم راه هما اللي هاكر ولا ما كاين لا هاكر لا 16، داك الشيء عندهم بدائي. وديال الناس اللي كيديروا محو الاميه في هذا الشيء ديال اليوتيوب، ما كيديروش شي حاجه غريبه وكيعطيو اليوتيوب ادله كاذبه على اساس ان الفيديو ديالهم وهذيك فقط. هما كنظن انهم اكتشفت في الصباح انهم كيستغلوا ثغرات خليناهم حنايا داكشي باش كيضربونا، ولكن ما غاديش يتعاود هذا الخطا ديالنا اننا نخليو هاد الثغرات هذه باش يستغلوها هما. من غير هادشي راه عندكم يصحاب لكم راه كيديروا شي حاجه خطيره ولا شي حاجه واو، ولا عندهم شي تقنيين اللي خارقين والو، غيبو زبال داكشي ديال ABCD فقط. انا راه ما عنديش خبره في اليوتيوب، يلا عادي عام باش جيت باش دخلت اليوتيوب راه كنعرف شي حوايج غير من خلال البحث وهذيك. وراه انا يلا دخلت هذا الصباح هذا خربقت في هذا الشيء، اكتشفت لقيتهم داكشي كيضربوك غير بداكشي تافه، ما كيضربوكش بشي حاجه صحيحه اللي تقول راه
صاروخ خزان كيبقى صاروخ خزان وصافي. لان لو كانوا شي ناس عندهم شي حاجه تقنيه كبيره عاليه راه ما غتلقاهمش في اليوتيوب كيسعاو كيسرقوا اللايفات ويسرقوا وتبعوا الناس ويهضروا على الناس ويسرقوا التصاور ديال الناس باش يطلعوا المحتوى. لو كان عندهم شي حاجه تقنيه كبيره غتلقاهم دايرين بلايصهم وعندهم محتوى ديالهم وكيخدموا بالتجربه ديالهم وتلقاهم شي حاجه. ولكن راه كتعرف الانسان غير من المحتوى ديالو. الا لقيتيه كيسرق المحتوى ديال الناس وكيهضر على الناس عرفوا راه ما في الدول وعرفوا راه لا يساوي شيئا. هادشي اللي كاين. كنظن غادي نكمل على الخدمه ديالنا. بالمناسبه راه دابا سي محمد دابا غادي تشوفوا ما كاينش معايا هنايا في هنايا ما كملش معايا الفيديو. راه واحد التقني هو جا حيت كنا خدم البارح بوحدو ودابا غادي نخدموا مجموعين هنايا. وكنظن ان حنا عندنا داكشي عالي مستوى عليهم هما حيت ماشي اي تقني اللي جا. وشكرا للناس اللي وصلتنا به. ما غاديش نهضر على التفاصيل ولكن كنتمنى ان بعد الاشعارات ديالي المضاده توصل باش نخنقوا هادوك الناس اللي كيحسبوا راسهم شي حاجه وقنواتهم هما اللي غادي يمشيو. لان من النتائج ديال اذا كان درتي واحد الشكايه عند اليوتيوب وطلعت كاذبه من العقوبات اللي كيديروا لك هي كيحيدوا لك القناه ديالك. فتوقعوا في اي لحظه تطير لهم القنوات ديالهم. هادشي اللي كنخدم عليه انا اكثر ما كنخدم على نسترجع القناه او ما نسترجعهاش لان من حقي الانتقام ما نتساهل حتى مع شي واحد. لان ديك الانذارات باش تضربت هي انذارات من اشخاص. واحد بعدا صاروخ خزان ووحده ديك شي عيالات الله يحسن العون. واش مزوجين رجال ولا مزوجين حجر ولا مزوجين كرسي ولا يعني ما كيجمعوهمش رجالهم. ما فهمتش انا هذا الشيء. المهم حصل هذا غادي نديروا منه محتوى اخر الفيديو اخر وغادي نطلعوا عليهم الادسنس وغادي نهضر لكم على شي تفاصيل خطيره غادي تعرفوها على هاد الناس هادو. عرفتها غنخليكم دابا باش نبداو الخدمه من بعد غتعرفوا شنو كاين. تهلاو فراسكم الى اللقاء.